السلام عليكم، أسعد الله صباحكم. حبينا نوجه رسالة بخصوص شهر رمضان المعظم إلى أصحاب الخير، وكلنا مسؤولون. من حتى لو كان تستطيع توفير أكل لفرد وفر له في شهر رمضان الكريم. مش مشكل تجيك خطرة في عام تصرف على أسرة أنك تتكفل بها، تكون جيرانك الأقربون أول بالمعروف، يعني أهلك الساعة إذا كان فيهم فقير، وبعد ذلك الجيران كذا إلى آخره. هذا اللي حابين نتكاثفوا فيها إن شاء الله، والتفوا حابين كذلك كلمة ثانية إلى الجمعيات، هي التنسيق فيما بينها. تكون جلسات دورية، يعني أسبوعين، يعني يوم في الأسبوع، لتدارس المستفيدين، حتى باش واحد ما يستفادش من مرتين وثلاثة من الجمعيات، واحد مسكين ما طير لهاش حتى حبة بيض ما هياش. والناس ربي يهديها، كي اللي يجيبوله زيد يجيبوله، يقبل زيد يجيبوله، وما يخرجش المشكل. حتى لو كان عنده ياسر راك مسؤول كذلك، حتى تكون فقير ويجيبولك وتكفي روحك والحمد لله، وأنك قادر أنك تعاون شخص آخر ما عندهش، عاونه. رانا كلنا مسؤولون، كالفقير كالغني كالبسيط كالمعوز. أقل حاجة تعاون بها الدعاء لمن أحسن إليك. هذه احنا حابين النقطة اللي نطرقوا لها، والأهم في ذلك هي الجمعيات أن تنسق ما بيناتها، باش على الأقل تكون استفادة على كافة أقطار البلدة الطيبة. هذا احنا اللي حابينها، وخاصة في المدن كذا، الدوائر كذا اللي فيها كثافة سكانية كبيرة، هذه لازمهم ومجبرين أنهم يجلسوا مع بعضهم كل مرة في الأسبوع، يتدارسون الذين يكفلونهم في المواد الغذائية وغيرها. وهنا جهة بسيطة حتى من بعد العيد، حتى بعد رمضان إن شاء الله في العيد الصغير، تكون ثاني كسوة العيد، وتكون الأمور بسيطة وتكون سلسة الأمور، يعني لأنك عندك قاعدة بيانات، وعارف الناس وعارف كذا، وعارف أنه ذاك راح يستفيد مرة واحدة يزيه، فبارك تشتري كسوة، الله يبارك، خلي غيرك ثاني كذلك يستفيد. وكذلك الفلاحين، اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في الناس، والتجار كذلك اتقوا الله في الفقراء والمساكين. والسلام عليكم.